يا مساء الحلويات على احلى اصحاب واخوات، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. جيت لكم بقى في فيديو عند الفراخ بتاعتي. الفراخ دي لو تفتكروها اللي انا كنت جايباها من 20 يوم، عدى عليها 20 يوم كده بسرعة بسم الله ما شاء الله، وكبرت الفراخ. يعني عايزة تجيبي فراخ تربيها وتبقى اسرع معاكي في التحويل وتاخدي منها وزن وتملي بيها بيتك خير، هي الفراخ البيضة. سيبك من اللي يقولك لا ويعقدك والفراخ البيضة حساسة والفراخ البيضة ما تنفعش وهاتي بلدي وبيستحمل. لا لا لا، هخليكي تبقي مدمنة تربية فراخ بيضة في الصيف وفي الشتاء. كملي بس معايا الفيديو للاخر. ولو انتي اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة معايا وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد بنزله. اول حاجة بقى هنسمي الله كده. الفراخ دي عمر 20 يوم. انا لحد دلوقتي لسه ما غيرتلهمش الاكل بتاعهم. هنا بقى طلعت حط لهم الميه بتاعتهم. الميه دي عشان انا هغير لهم الاكل، فحطيت في السقايه بتاعتهم خل بيت من اللي هو خل الطعام عادي جدا. لو انتي قبل ما تغيري من العلف لعلف لازم تحطي خل عشان خاطر ده مضاد سموم. لا اما بتروحي عند البيطري بيديكي حاجه اسمها مضاد سموم. لازم عشان الفرخ بتاعك ما يبقاش في جسمه سموم كتير. دي السموم دي من تغيير العلف. يعني مثلا لو علف مركون، هفهمك ازاي. لو علف مركون عند مثلا الراجل اللي بيبيعه، فبيبقى السموم فيه عالية. السموم دي مش اللي هي حاجة بتسممه، لأ دي بتبقى حاجة بتأثر شوية على نمو الفراخ. ده موضوع تاني وقصة تانية، مش عايزة ادخلكم في دوكا. فالمهم للاحتياط بتحطي هنا خل. هنا بقى هما بيحبوا السقاية دي، ما بيحبوش السقاية التانية. لان بصوا الفرق والله العظيم يا جماعة، الفراخ دي بتفهم. بصوا هنا بيعرفوش يشربوا منها قوي، فدي بيخلوها احتياطي، فبيشربوا من التانية كلها، فبيعرفوا يشربوا من التانية، فدي بيخلوها كده ايه للاحتياطي. فانا بملى الاتنين بحيث ان انا لو اتأخرت عليهم ما ينفعش الفراخ البيضة لا تعطش ولا تجوع. اول حاجة كده دي فراخ ما شاء الله اللهم بارك. فراخ شركات مش فراخ اهالي، يعني كتكوت جايباه كتكوت محترم كتكوت شركات. هنا كنت لسه مغيرت لهمش العلف. الناس اللي بتقولك سيبك من ان هم ما بياكلوش بواقي اكل ولازما وتكلفة، لا، هم بياكلوا بواقي اكل عادي جدا. يعني انا لسه هنا ما غيرت لهمش العلف بتاعهم وحط لهم رز، كان عندي بواقي رز. طبعا قلت بدل مرميه احط لهم مع العلف بتاعهم. فلخبطته كده على بعض وحطيته، هما بسم الله ما شاء الله واكلين ومتقبلين، وبعدين مش هيأثر على وزنهم. اللي يقولك ان انتي هتأكلي مثلا هياكلوا بس عليقة بس او علف بس من بتاعهم او بادي بس، لا هو كده بيعقدك. اول حاجة بصوا التهوية اللي انا فاتحاها لهم، لان طبعا المفروض افتح لهم تهوية اكبر. انا لسه مطلعاهم، يعني انا طلعتهم هم عمرهم اسبوع، كان الجو حلو ومناسب ليهم. بصي انا هقولك انا كده كده هفتح تهوية كمان، لان لازم يبقى فيه تهويتين. اول حاجة تعملي التهوية بتاعتك ما تبقاش مباشرة على الفراخ، لازم تبقى عالية كده، تبقى بتدخل تهوية وبتخرج مثلا. يعني ما يبقاش الجو دافي، ما يبقاش الجو سخن نفسهم سخن على بعض او كده. لا، في تهوية، تبقى تهوية للمكان نفسه. دي اول حاجة. طيار الهواء يبقى بعيد عنهم. حاجة تانية الفرشة الفرشة من اهم عوامل الفراخ بتاعتك معاكي الفرشة. لو مشيتي على الخطوات دي، انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش في علاج ومش هتكلم في علاج ومش هقولك هاتي علاج، لان انا الحمد لله يعني ما شاء الله اللهم بارك. انا بربي من غير علاج، بربي من غير حتى اعشاب. لو حابة تحطي اعشاب كان بها، يعني ايه خير وبركة. بس انا بصراحة مش بحط ولا اعشاب ولا بحط علاج، انا بربيهم كده على الاكل والمية فقط لا غير. ولا بحط بقى، يعني عندك مثلا عمر ال17 يوم يقولك ايه، خد لهم حاجة اسمها كوكسيديا وكوليستريديا. دي مثلا عشان خاطر لو هي عندهم كوكسيديا وكوليستريديا فبتاكل في الجسم بتاعهم. انسي اهم حاجة في عوامل نجاح الفراخ الفرشة. الفرشة والتهوية، هويتي وعملتي فرشة محترمة، ويعني حطيت نشارة. على فكرة النشارة كمان بتحط تحتها حاجة اسمها جير مطفي بيمتص الرطوبة، بس انا هجيبه في الشتاء وهحطه معاكم. الشكارة مش غالية، الشكارة بتتباع ب30 او ب35. بقالي كتير ما جبتهاش، فبتحطيها بتحطي طبقة حلوة وتروحي جاي حاطة عليها النشارة. هما بيحبوها جدا، ده كمان كالسيوم ليهم. آه
يعني انا هوريكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، هوريكم سلسله فيديوهات ان شاء الله عن الفراخ وتربيه الفراخ، وهوريكم فرق الفراخ في التربيه في الصيف وفي الشتاء. في ناس كتير ما بتحبش تجيب الفراخ في الشتاء، بيقولك بتموت من السقعه ومن الحر، وفي ناس بتروح تجيبها عمر 15 يوم، اللي هي اعمار ما انصحكيش تجيبيها خالص، انصحك تجيبي الكتكوت. انا ممكن ابيعلك فراخ واقولك عمر 15 يوم وتبقي شايفاها كده واللهم بارك، وتبقي يعني مبسوطة فيها، وابيعها لك بسعر عالي. وهي اصلا ممكن ما تبقاش فراخ عمر 15 يوم، ممكن تبقى فراخ عمر شهر، بس هي مثلا مش فرزة اولى، فرزة تانية. هتكبر وكل حاجة، بس هتاكل كتير، وهتاكل يعني اكل كتير، فهتحسي ان انت دخلتي في دوامة. ممكن تبقى فراخ مثلا تعبانة، او مثلا انت مش مربية ايدك ما تعرفيش فيها ايه، فاهمة قصدي؟ يعني تلاشي حاجات كتير. اول حاجه تجيبي الكتكوت عمر يوم، بتحضنيه على درجه حراره، مش شرط درجه حراره معينه، على لمبه حمراء. زي ما انتوا شفتوا معايا في الاول، انا كنت اصلا حطيت لهم لمبه حمراء، وبعد كده حطيت واحده بيضه لان اللمبه الحمراء اتحرقت. واما حطيت البيضه مؤقتا لقيتهم عادي مش سقعانين، وكده كده كان الجو حر، فالجو حر ما بتحطيش لمبه حمراء. انا هنا اول ما الجو يبدا يسقع زي اليومين دولت، لا بتحطي بقى، لان ليهم درجه حراره معينه. حتى هنا انا حاطه لمبه بيضه، بس لما بيبقى في الشتاء لازما بحط لمبه حمراء عشان تدفي المكان، ولازم تهويه. اهم حاجه التهويه، ما تقوليش احنا في الشتاء واكتم عليهم. هتيجي تفتحي عشان تحش، يعني تدخلي تحط لهم اكل، هتلاقيهم خدوا منك برد في ثانيه الا في ثانيه. وطبعا لو الكتكوت او الفرخ الابيض خد برد، انسي بقى، هيتعبك وهيقعد وقت طويل عقبال ما يحول او يكبر، وهياكل ومش هيبان عليه ومش هيبقى قادر ياكل، هتخش في سكة تانية خالص. امشي، بس اهم حاجة ان يبقى فيه تهوية، المكان متهوي على طول، وطبعا تيار الهواء مش زي ما انا قلت كده مباشر ليهم. وكمان الفرشة تبقى الفرشة ناشفة باستمرار، والمكان نضيف، ما يبقاش في ريحة. حتى لو نظفت لهم كل يوم او يوم ويوم مثلا، ده احسن. هتاخدي فراخ صحتها حلوة، هتاخدي فراخ ما شاء الله اوزان حلوة. بعد عمر ال20 يوم ما شاء الله تبدأي تذبحي، يعني بعد عمر ال20 يوم، عمر ال30، بعد عمر ال20 يوم تسيبيهم من 10 ايام، تبدأي تذبحي على ال30 عادي. يعني في ناس تقولك لا بنذبح على 45 يوم. لا، الفرخ لو انتي مشيتي مع صح واهتميتي بيه، هتذبحيه على عمر 35 يوم. انا امتى هغير العلف بتاعهم؟ بحط العلف بتاعهم اللي هو الصغنن البادي لحد عمر 20 يوم. من بعد 20 يوم ببدأ احط مية في الخل، من اليوم ال19 احط مية في الخل، وعدي يوم وتاني يوم اروح جايه نازله بالعلف بتاعي، واحط الميه، احط خل في الميه لمده 3 ايام متواصلين، ده عشان خاطر مضاد السموم بس. وبتغيري العلب بتاعهم يعني لحد الاخر. في ناس بتحط لحد الاخر قبل الذبح، وفي ناس بتيجي لعمر 30 يوم بتغير علف تاني اسمه ناهي. فانا بصراحة مش بنصح بيه قوي، بيبقى يعني نسبة السموم فيه عالية قوي، وبيبقى البروتين قليل. في ناس بتنصح بيه وفي ناس لا، بس انا بحب اكمل على العلف اللي انا بجيبه. يعني انا مثلا بنقل من مرحلة للمرحلة التانية، ما بكملش للتالتة، بخليني زي كده. يعني وهتشوفوا معايا بخليني في العلف التاني، مش بغير بقى العلف تالت. طبعا انا يعني عايزه اوريكم بس الفراخ بتاعتي، واوريكم ان هي بسم الله ما شاء الله الفراخ كويسه، مفيش اي مشكله عندي. في ناس قالت لي ما ينفعش تدخلي فراخ على فراخ، في ناس بتقول ما ينفعش بط مع فراخ. اول حاجه انا هعزل البط ده، هعمل فاصل في المكان، وهخلي الفراخ يعني لبره، والبط لجوه، يعني بحيث ان البط، وهحط الفراخ البلدي ده مع البط، لان البط لما بيوقع مش بيعرف يلم من الارض. انا جايبه الفراخ الصغننه دي عشان خاطر البط لما يوقع حاجه الفراخ تلمها، وقع رز الفراخ هتاكلها، يعني مفيش حاجه هتتبقى منهم او كده. وطبعا الفراخ البلدي بتستحمل، لكن البط ما ينفعش مع الفراخ البيضه لسبب واحد، لسبب ان هو بيشد الريش بتاعهم، وبيبقى سايب علامه كده، يعني بيشدهم من الريش بتاعهم، والفراخ بتزعل. وما بتيجي تنضفيها وبتذبحيها بتلاقي الريش بتاعهم من تحت يعني مسمر كده في الجلد نفسه، متنتف ومسمر. يا رب اكون وصلت لكم الفكرة. ان شاء الله بشوفكم في فيديوهات تانية كتير. الفيديو اللي جاي بإذن الله انتظروني، هنزل لكم يعني كل حاجة عن الفراخ، وهقول لكم تكلفة الفراخ بالظبط.